مشكلتي مع مراتي انها عايزاني دايما احب فيها، وانا راجل عملي ومش بتاع محن. طب خليني اسالك سؤال قبل اي حاجه، والسؤال ده هو اللي انت اللي هترد عليه بنفسك. انت كراجل تقدر تعيش من غير ما يتقالك كلام حلو؟ يعني مثلا انت شكلك حلو النهارده، البرفيوم اللي انت حاطه جميل، دقنك شكلها حلو، الساعه اللي انت لابسها ماركتها حلوه، تقدر تعيش من غير ده؟ احنا من غيرك ولا حاجه، احنا عايشين بوجودك. انت تقدر تعيش من غير الكلام ده؟ لا طبعا. طب تخيل كده، انت راجل طول بعرض وبتتبسط بالكلام الحلو، واي كلمه بتتقالك واي كومنت حلو بيتقالك، ما بالك بقى الكائن اللطيف اللي عايش معاك في البيت؟ بص، الست بطبيعتها اصلا بتتغذى بالكلام الحلو، عايشه معاك في البيت، وكل حاجه في البيت ليها بتاخد طاقتها، سواء انت ولا اولادك ولا بيتك ولا طبيخك ولا اكلك ولا شربك ولا غسيلك. مستخسر فيها كلمه تنور وشها وتديها طاقه تكمل بقيه حياتها؟ يعني الكلمه الصغيره التافهه اللي ما بتاخدش منك اقل من فينتو ثانيه، هي الكلمه دي بتعلم فيها وبتفضل مكمله معاها للاخر. تخيل بقى ممكن كلمه تكمل معاها لغايه فين؟ لو كلمه فوق كلمه كل يوم بكلمه صغيره تلاقيها بتديها طاقه وبتكمل، عشان خاطر تعرف تديك، وتلاقيها نقطه صغيره من البحر اللي هي موجوده فيه، انت بتديها نقطة صغيرة وهي بتكمله لك. الكلمة اللي انت مستهون بيها وشايفها انها محن، وشايف ان الدنيا معاك انت مش قادر وانك راجل عملي ومش قادر تكمل، الكلمة دي ليها اثر ايجابي على مراتك، والاثر الايجابي ده هيبقى راجع ليك وراجع على ولادك وراجع على بيتك وراجع على راحتك. ما هو الطبيعي قوي، مفيش حاجة اسمها كلمة طيبة وفي الاخر تقول لي محن. محن ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ انت تقدر تعيش من غير المحن ده؟ ان حد يقوله لك؟ تخيل انت بتديها كلمه هي تديك قصادها 10. حاجه كبيره جدا الناس كلها مستهونه بيها، ولو كانت هي هينه ما كانش ربنا ذكرها في القران، ولا كان حسابها يبقى كبير عند ربنا. وهي جبر الخواطر، ده جبر الخواطر على الله، وربنا ذكره ان البني ادم اللي بيعمل جبر الخواطر ايا كان، انت مش بتعمله لبني ادم فقير، ربنا ذكره للفقير وللغني وللست وللراجل اللي عايشين مع بعض، وللام وللاب وللاخوات وللاطفال، ذكره لكله، ما ذكرهوش لفئه معينه. وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه، ما فيش ست في الدنيا كبرت على الخروجات ولا الهدايا ولا الكلمه الحلوه. الست روحها بتتغذى على كل ده، الحاجات دي كلها بتنور وشها وبتخليها بدل ما تعيش يوم تعيش 10، وبدل ما تعيش سنه تعيش 100. يعني مثلا كتر خيرك على اللي بتعمليه مع العيال، انا عارف مجهودك، الله الاكل حلو النهارده، الله انا عارف ان انت تعبانه، اركني على جنب وانا هجيب لك اكل من بره، طب خلاص خليكي النهارده وانا هودي الولاد التمارين. يا ستي انا عارف انك بتتعبي، انا هشارك معاكي في مذاكره الولاد، والله انا عارف انك بتتعبي وكل ده انا مقدره، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. صدقني كل اللي انت قلته ده انت ما خسرتش فيه حاجه، بالعكس ده انت كسبت، انت زودتها طاقه نور جواها وحاجات حلوه انت مش هتحس بيها غير في تصرفاتها معاك. والله صدقني لو طلبت منها اي طلب حتى لو تموت نفسها وقتها هتقول لك حاضر، هتقيد لك صوابعها على 10 شمع. الست بطبيعتها عطاءه، بتدي من غير ما تاخد، زي ما انت حضرتك عايز تاخد، بس في فرق. الست محتاجه تقدير، طول ما هتلاقي تقدير طول ما هتدي اكتر واكتر، واللي عندها مش هيخلص. بسيط، انت لما بتدخل صفقه شغل بتبقى كبيره، مش محتاج تلاقي المقابل بتاعها. مقابلها ايه؟ تقدير. وتقديرك ايه؟ تقديرك من زمايلك، من مديرك، او انت المدير تقديرك من اللي حواليك، من العملاء اللي معاك، وتقديرك برضو في كلام وفلوس. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، احنا ربنا في اولادنا حاجات غلط. للاسف معظم الشباب طالعه قاسيه، ما بتعملش حاجه غير ان هي عايزه تفرض رجولتها وقساوتها على البنات، كل واحد على مراته، على مراته، على اخته. يعني ايه الراجل ما بيعيطش؟ يعني ايه الراجل ما يقولش اللي وجعه؟ يعني ايه الراجل ما يقدرش يهزر ويبقى يتكلم مع مراته باي طريقه؟ طبعا اللي بيعيط يبقى مش راجل، واللي بيهزر مع مراته يبقى بني ادم مايس. ايه المفاهيم الغلط دي؟ الراجل طبيعته زي الست بالظبط، عايز يعبر عن مشاعره، عايز يقول اي كلام حلو، عايز يعيط. ما تعيط، عمره ما هيقلل من رجولتك، بالعكس الست اللي معاك هتحس ان هي انت وهي بتكملوا بعض، مش هي لوحدها وانت لوحدك. يعني هقول لك بقى من الاخر، احنا بشر
وقوتنا الحقيقية في مشاعرنا، وللأسف كله مش عارف الموضوع ده. بص، الكلمة الحلوة هي الأكلة اللي بتدخل جسمك عشان تقدر تكمل.